النهارده اول عزومه ليا في البيت السعودي. اول ما وصلت السعوديه ابو احمد بقى حب يرحب بيا ووداني العزومه دي. طبعا السلام بتاعهم مختلف عن السلام في مصر خالص، والبوس حتى كمان مختلف تماما. ابو سري بقى هو اللي كان عازمنا العزومه الجامده ديت، وانا اللي لاحظته والله الشعب السعودي طيب جدا وكريم قوي، ودي بتكون شكل المجالس بتاعتهم. دخلت بقى سلمت على كل الشيوخ اللي موجودين والحاضرين، وقد ايه الناس كانت مرحبه بينا جدا وكانوا مبسوطين بوجودنا قوي. وكان موجود في المجلس برضو فهد اليحيى الرحال. اول ما بتقعد في القعده او المجلس بيجهويك، بيديك القهوه السعودي كده وبتشربها. القهوه عندهم مش زي اللي عندنا في مصر كده، دي قهوه عربي بيبقى فيها حبهان، بيبقى طعمها مر شويه كده بس طعمها حلو. بتاخد بقى ايه التمر، وما شاء الله كميات التمر عندهم موجوده بكميه مهوله. هنا بقى كنت بصور المجلس قبل ما نخش ناكل. طبعا بقى كان موجود في العزومه ديت اللي كان بيحضر لنا الاكل الشيف بدر من اشهر شيفات السعوديه ما شاء الله. هنا بقى كان بيحضر صواني الرز وبيفرشها رز كده علشان يحط عليها بقى كل الحاجات اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي ديت. انا عايز اقول لكم بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدهم ويبارك يا رب. الصينيه بتبقى متروسه حرفيا رز، طبعا بيبقى بقى عليها الخروف اللي انتوا شايفينه دوت، بسم الله ما شاء الله.